جماعه في مشكله كبيره جدا ان اغلب مطاعم اسكندريه ما فيهاش جوده قصاد السعر. هتقول لي ازاي؟ اقول لك يعني مثلا لو عايز سندوتش بجوده عاليه جدا فهدفع فيه مبالغ رهيبه، ولو اتكلمنا على السندوتشات الغربي فتقريبا ممكن تدفع مرتبك في عزومه واحده. فانا بقى جبت لكم حته مكان جامد قوي. المكان ده يا جماعه لسه فاتح جديد. الفكره ان الراجل ده موهوب في حاجه واحده. قول لي هي؟ اقول لك ان هو بيركز على الكميه مقابل السعر. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ان الراجل مش عايز يكسب، الراجل ده عايز يتشهر في مجاله، ان هو الراجل ده لف بره كتير قوي وعنده خبره بسم الله ما شاء الله، بيعمل عروض تحفه، وكمان جوده الاكل بتاعته حاجه ممتازه بطريقه غريبه. تعال اقول لك بقى على حاجه ما كنتش تعرفها. تعرف صاحب المكان الجامد منين؟ اقول لك البطاطس بتاعتهم بيحط عليها بهارات شرق اقصى، ودي يا جماعه غاليه جدا، ودايما هتلاقي الاماكن الفايف ستار اللي هي الامريكي الصح هم اللي شغالين بيها. البهارات دي يا جماعه فظيعه. وبالنسبه بقى لاسعارهم فهي مش غاليه جدا على فكره. يعني بالنسبه لشيش طاووق ب 35، الجامبو ب 45، الكلاسيك اللي هو البرجر مثلا بيتكلم في 80 جنيه ولا حاجه بجد. ودي من احلى العروض اللي شفتها عندهم. ده يا جماعه قطعه البرجر عندهم 200 جرام، ولو ما جربتش لحد دلوقتي جو جونكي ففايتك كتير قوي. مكانهم ما يتوهش قدام جامع حاتم على طول في سموحه.